التجميل الوقائي والعلاجي، ممكن حضرتك توضح لنا ايه الفرق؟ لا، الفرق كبير. باختصار كده حضرتك، التجميل الوقائي ده اللي هو خلينا نقول الاهتمام، الرعاية الصحية ببشرتنا بشعرنا، اللي هو الروتين اليومي. يعني حد مش محتاج اي حاجه، ما فيش عنده واحده مثلا ما فيش في وشها لا مشاكل ولا بقع ولا حبوب ولا اي تجاعيد، تمام، سنها صغير، لازم تبدا تهتم ببشرتها. ده الوقائي. وبيبقى عباره عن حاجات بسيطه جدا، يعني تغسل وشها بالغسول المناسب ليها، تحط الصن بلوك قبل ما تطلع في الشمس بمقدار بوقت يعني بوقت كافي 10 دقائق او نص ساعه على حسب هي في الصيف او في الشتاء. تبتدي تحط المرطبات اليوميه بتاعتها اللي بتناسب طبيعه جلدها وطبيعه بشرتها باستمرار، الغسيل المظبوط، التنظيف المظبوط، استخدام فرش الميك اب الطبيعيه المظبوطه اللي ما تعملش مشاكل في البشره، تنظيفها بشكل جيد، انواع الميك اب اللي ما تبقاش اوفر قوي، يعني ما يبقاش الموضوع مبتذل قوي في وضع المكياج، يعني يا دوبك المشوار اللي هي محتاجه فيه تحط الميك اب اوكي تحطه، ترجع لازم تغسله بالشكل المظبوط بالميك اب ريموفر، بعدين بالغسول، بعدين تحط المرطب اليومي بتاعها وهكذا. ده الوقائي. طب ده معنى كلام حضرتك كده ان التجميل مش بيبدا من ان احنا نروح لدكتور التجميل، ده بيبدا من العنايه بالبشره في البيت، الدكتور الروتين ده آخر اليومي حاجة. او السكين كاري. طب دي معلومه جديده اخر برضه، خطوه يعني بس اخر خطوه لو انا اوريدي هبتدي اخد اجراء مع بشرتي او مع شعري. طب والاجراء ده مين اللي بيقرره، الشخص نفسه ولا الطبيب؟ الدكتور يا فندم. الدكتور، بس لازم يكون، يعني هي تتوجه لمكان ان شاء الله يكون فيه ثقه وتكون عندها يقين في الله ان هو مش هيوقعها في حد وحش يعني. وتبتدي تسال الاول، تسال كويس طبعا. هي محتاجه ايه، تعرف طبيعه جلدها ايه، طبيعه شعرها ايه، الوقايه كانت تبقى الصح بتاعها ازاي، اللي هي محتاجاه دلوقتي ايه. تبدا بالبروسيدور البسيط ثم الاعلى ثم الاعلى، يعني مش دايما بنحب نبدا من ال10، ممكن نبدا من ستيب 1 ولو جابت نتيجه خلاص مش هندخل. بالظبط بالظبط، ما جابتش ندخل على الستيب اللي بعدها بالظبط.